هنبدأ فيلمنا مع طفلة صغيرة وهي مع والدها وبتكون مبسوطة جدا وبتغني وبيكون اسمها ناتاشا وبيكون عندها حوالي 10 سنين. ومن كتر ما هم فرحانين أبوها بينسى يروحها بدري علشان المدرسة، وبتوصل ناتاشا البيت متأخر. وتاني يوم امها بتصحيها علشان تروح المدرسه، وبتروح ناتاشا تفطر مع والدتها في المطبخ وبتقول لها انها لو اتاخرت مش هتوديها مع ابوها تاني. بس ناتاشا بتعترض على كلام امها فبتضربها بالقلم، ولسه بتحاول انها تعتذر لها على اللي عملته، بس هي بتمشي من البيت من غير فطار. وهي في طريقها للمدرسه فجاه بيطلع واحد اسمه وولف من عربيه نقل وبيخطف ناتاشا وبيضربها في وشها وبيغمن عليها. وبيوصل وولف البيت وبياخد ناتاشا معاه وبيحطها في اوضه تحت الارض علشان محدش يسمعها. وبتفوق ناتاشا وبتلاقي نفسها في اوضه ضيقه من غير حتى شبابيك، ومش واصل لها نور الشمس، وما فيهاش حاجه غير شفاط الهواء اللي على الحيطه وحوض وقعدة حمام. وبيدخل وولف على ناتاشا وبيبقى معاه مرتبه صغيره علشان تنام ناتاشا عليها، وبيجيب لها اكل وميه، وبيطلع من غير ما ينطق كلمه واحده. وبتحاول ناتاشا انها تفتح الباب وبيكون مقفول، وبتحاول تصرخ بس محدش بيسمعها لان الاوضه بتكون تحت الارض. في اليوم الثالث بيجيب وولف القصص والبسكويت اللي هي بتحبه وبيديها بوسه قبل النوم زي ما امها كانت بتعمل معاه. وبيطلع من الاوضه وبيبقى خبر ناتاشا في كل القنوات والناس بيتكلموا عنه. وبتيجي ام وولف واللي بتيجي كل يوم تنظف البيت وتعمل له الاكل، وبتتفرج على قنوات الاخبار مع ابنها. وبيجي خبر ناتاشا وبتقول مين ممكن يخطف بنت صغيره، وبيقول لها ان اللي يعمل كده ده اكيد مجنون. وتاني يوم بينزل علشان يغسل شعر ناتاشا فبتديله جواب وبتقول له يبعته لاهلها. وبيجي علشان يغسل شعرها فبتقول له انها عاوزه تروح بيتها، فبيتعصب عليها، وخصوصا لما بيسمع صوت عياطها. وبيقول لها تبطل عياط، وبيقول لها تنظف الميه اللي على الارض، وبيقفل عليها. وفي يوم بيكون وولف قاعد مع جدته وامه، وبتوصل الشرطه وبيفتشوا عربيته وبيسالوا اسئله للتحقيق في خطف ناتاشا، بس مش بيوصلوا معاه لحاجه. وفي اليوم اللي بعده كون ناتاشا نايمه وبتحلم بعيلتها، بس بيدخل عليها وولف يصحيها علشان تاكل. وبتطلب ناتاشا منه ساعه علشان تعد الساعات والايام اللي هي مخطوفه فيها، وبيقول لها انه موافق بس لو احسنت التصرف. جاب لها جهاز تليفون في الاوضه للتواصل معاها، وبتساله حاسس بالوحده زيها ولا لا. وبتعدي الايام وبيكون عدى على اختطافها حوالي 6 شهور. وبتكون ناتاشا بتتخيل اشخاص بتلعب معاهم وبترسم على الاماكن اللي حواليها علشان بقالها كتير ما شافتش حد. وهي بتلعب بيطلب منها وولف انها تغسل سنانها وتغسل الاطباق بتاعتها، وبيظهر قد ايه ان هو مريض نفسي. وفي اليوم اللي بعده بتمثل ناتاشا ان عندها مرض جلدي، وبتقول لولف انه يوديها لدكتور يكشف عليها، بس وولف بيكتشف التمثيليه بتاعتها وبيحرمها من الاكل. وبعد 4 ايام بتكون ناتاشا ما اكلتش اي حاجه، وبتتكلم مع وولف وبتتحايل عليه يجيب لها اكل، بس وولف ما بيردش عليها. فبتعيط ناتاشا وبتقول له انها عايزه تروح بيتها، وبيفضل يقول لها قاطعيني واسمعي كلام ورا بعض. وبتفضل ناتاشا تتحايل عليه كل يوم على الاكل، وبيفضل يكرر كلمه قاطعيني واسمعي كلامي. وبيكون جسمها خاسس من قله الاكل، وان بقى لها 4 سنين ما شافتش ضوء الشمس. وبيبقى مفهمها انه ملغم الابواب والشبابيك، وانها لو حاولت تهرب هتموت من الانفجار. وبيسمح لها وولف في مره انها تطلع من الاوضه وتشوف ضوء الشمس لاول مره من 4 سنين. وفي يوم بتلاحظ امه ان هدومه عليها شعر بنت، وبتكون فاكره ان عنده حبيبه. وبعد ما بتمشي بيجيب مكنه حلاقه وبيحلق بيها شعر ناتاشا. وبعد 5 سنين من اختطاف ناتاشا بتيجي راس السنه وبتحتفل بيها ناتاشا مع نفسها زي كل سنه، وبتبقى مزينه اوضتها وعامله شجره الكريسماس علشان تحس بالاجواء المفرحه. وبيدخل عليها وولف ومعاه اكل، وبيكون لابس بدله ومعاه كاميرا لتوثيق لحظه فتح ناتاشا للهدايا اللي جايبها لها. وبيكون جايب لها مشغل اغاني و3 كتب للروايات مشهوره. وبتطلب ناتاشا منه انه يخليها تتصل بعيلتها، بس بيتعصب عليها وبيقول لها انها تعتبر عيلتها ماتت، وبيسميها فيفي. وبعد شهور بيخلي ناتاشا تنام معاه في الاوضه على السرير، وبيربط ايدها في ايده علشان ما تعرفش تهرب منه وهو نايم. وبيكون وولف رايح يتزلج على الجليد وهيسيب ناتاشا في الاوضه، وبتطلب منه انها تروح معاه في مره، وبتقول له انها تحسن التصرف. وبتروح على اوضتها وبيقفل عليها الباب. وبعد لما بيرجع من رحلته بيطلع على حفله، بس بيسيب الحفله وبيرجع على البيت. وبعدها بتطلب منه انه ينزلها لجنينه بيته بالليل، فبيوافق وولف وبيطلع بيها، بس بيكون خايف لحد يشوفها فبيشدها بالعافيه وبيدخلها الاوضه تاني. وبعد اكتر من 5 سنين من خطف ناتاشا بيخليها وولف انها تعمل كل حاجه في البيت، وبيفضل يضربها، وكمان بيبقى عامل اكل ومجوع ناتاشا وبياكل قدامها. تيجي ناتاشا تاكل من اكله بيضربها وبيرميها في الاوضه من غير اكل. وبعد شهور يقرر وولف انه يخرج مع ناتاشا ويجيب لها هدوم جديده، وانها لو حاولت تهرب هيقتلها بالمسدس اللي معاه. وبيروح على محل دهانات علشان يختاروا لون الدهان بتاع اوضه وولف. وبيسيب وولف ناتاشا لوحدها بس ما بتعرفش تهرب، وبيروح البيت. وبعد شهور بيقول وولف لناتاشا انه يوريها اوضته بعد ما اتجددت، وبتكون هي اصلا اللي عاملاها. وبعد ايام بتسمع الاخبار في الراديو وبتسمعهم بيقولوا انهم فاكرين ان ناتاشا
ممكن تكون ماتت، تكون مكتئبه وهي في اوضتها، وبتسال وولف هو ليه خطفها من الاول، فبيقول لها عن السبب لاول مره. فبيقول لها انه شاف ضحكتها وهي صغيره في محل وهي بتاكل البسكويت، وفضل يحفر ويبني في الاوضه اللي تحت الارض لمده 8 شهور متواصلين. وبعد كده بتقرر ناتاشا انها تنتحر علشان تكمل العيشه اللي هي فيها، بس بتفشل في محاوله الانتحار. ولما وولف بيعرف اللي كانت عاوزه تعمله بيضربها ضرب جامد وبيستمتع بخوفها منه وهي مش عارفه تدافع عن نفسها. وبتفضل ناتاشا تعد عدد الضربات اللي ضربها لها وولف وبتكتبهم على المناديل. وبعد شهور بياخد وولف ناتاشا معاه لرحله التزلج، وبيكون جسم ناتاشا ضعيف جدا وبتقع كل شويه وبتكون عايزه تروح الحمام. فبيتاكد وولف ان مفيش حد في الحمام علشان ما تحاولش انها تتواصل معاه. وهي في الحمام بتسمع صوت واحده جنبها بتطلع وبتقول لها انها ناتاشا اللي اتخطفت من 8 سنين، بس البنت اللي بتقابلها بتكون بنت روسيه ومش فاهمه اللي هي بتقوله. وبتطلع من الحمام وبيشوفها وولف وبياخد ناتاشا وبيروحوا هم في العربيه وبيسالها هي قالت ايه للبنت اللي في الحمام، بس بتقول له انها ما قالت لهاش حاجه. فبيضربها وولف وبيقول لها ما تكدبش عليه. وبتكون ناتاشا في اوضتها وبتحط المناديل اللي كاتب عليها عدد الضربات اللي اتضربتها النهارده في علبه كبيره مليانه مناديل كتير بالذكريات ل8 سنين. وفي عيد ميلاد ناتاشا ال18 بيحتفل بيه وولف مع ناتاشا وبيجيب لها فستان وبترقص معاه بالعافيه. وفي اليوم اللي بعده بيبقى وولف عايز يبيع عربيته علشان محتاج فلوس، فبيخلي ناتاشا تنظفها من جوه ومن بره علشان يبيعها. وبيجي له مكالمه في التليفون وبيروح يرد عليها، وساعتها بتاخد ناتاشا بالها من ان باب الجنينه مفتوح وبتبقى خايفه تهرب، بس بيكون فاض بيها ومش فارق معاها اللي هيحصل. وبتطلع من الباب وبتجري بعيد وبسرعه عن البيت وبتوصل لبيت واحده غريبه وبتقول لها انها ناتاشا المخطوفه من 8 سنين. توصل الشرطه بعدها وبتقول لهم انها ناتاشا كامبوش المخطوفه من 8 سنين وانها اخيرا عرفت تهرب. وبيكلم الشرطه ام ناتاشا وبيقولوا لها انهم لقيوا بنتها. ولما بيعرف وولف ان ناتاشا هربت بيقرر ينتحر. واخيرا بتقابل ناتاشا اسرتها وتحضنهم بعد فراق دام ل 3096 يوم. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.